صباح الخير، شلونكم متابعين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم فيديو جديد طبعا. ما اوصيكم تخلون لايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو منكم، وطبعا اني كلش ماخذة بخاطري عليكم. انه تفاعلكم، يعني كل ما اقولكم تفاعلوا انه يقل، كل ما اقولكم تفاعلوا يقل اكثر، فالتفاعل مالتكم بنات كلش كلش يعني ما يسواهز انه اشريكم. بس اني هذا الفيديو ما قدرت انه اخره، كان يوم الجمعة الصراحة، فقلت صار يعني كم يوم لازم انشره اليوم لكم. هنا أنا بنات عندي ملابس دا اعزل بيهن. عزلتهن الشتويات وخليتهن بجناط، ومثل ما تشوفون الفستان بالبداية بنات كنت طالبة توصيل فستانين نفس الشكل، بس ذاك لون أصفر بهاري هيجي، وهذا لون أحمر. انطيته لأختي. كنا معزومين يوم الجمعة، أهلي عازميننا. وهنا بنات مثل ما تشوفون أخذت الملابس اللي ما بيها شي بنات، نصها قلت لكم. كان عندي دشداشات بنات، وهذا الفستان لأختي وكم شغلة، وهاي العلاقة الثانية بنات نظيفة وما بيها شي همينة، كل من تروح يعني الناس محتاجيها أكثر من يمنا. هنا بنات وصلت البيت أهلي، وهنا أختي كانت دا تغسل بالمواعين، وماما دا تسوي دا تجهز بالغداء وخبزة همين، وراح أشوفكم مقتطفات من العزيمة، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. وطبعا بنات فرحت بشوفة أهلي ولمتنا هاي الحلوة. وطبعا والأكل كان كلش طيب، وطبخ أمي يعني لا يعلى عليه الصراحة، مو لأن أمي بنات والله، بس الطبخ مالتها كلش طيب. وكانت خطية مسوين جدرين دولمة، مسويه ولافيه يعني من الليل والصبح سووه، وبرياني ودجاج وهاي شغلات. وهنا ماما كانت تخبز بهذا التنور بنات، فحبيت اشوفكم مقتطفات من الخبز. ويعني بقينا احنا وصلنا تقريبا بالدعش هيجي، من الدعش لحد الثلاثة الظهر، يعني تقريبا العصر هيجي. يلا رجعنا. ويعني أهم شي قلت لكم فرحت بشوفتهم بنات. وقعدنا شوية لأن صار تقريبا أني بالشهر ما رايحة. مثل ما تشوفون هذا الكاونتر بنات مال أهلي، وبنات هذا الكاونتر معروض للبيع، اللي تحب يعني إنه تريد تشتري. أهم هذا الكاونتر صال وحجمه كلش كبير، ما صورت لكم إياه أني كله. هنا بنات مثل ما تشوفون هذا الأكل، وبعد شغلات بعد ما يعني أنا استعجلت وصورتها بعدك، وشغلات وفواكه ويعني شغلات ثانية، والخبز ما صورته لكم مثل ما تشوفون. هنا بنات بعدها طلعنا ويا زوجي وأخواتي. طلعنا شوية غيرنا جو هنا مثل ما تشوفون، كانت أجواء كلش حلوة. وبعدين رجعنا للبيت النوب، أخذت الأغراض مالاتي بنات. طبعا هسه راح أشوفكم بنات همينة المشتريات، وأنا اشتريت بس كم شغلة بسيطة. أنا طبعا تعرفون بنات اللي متابعني، ما أروح لأهلي وأرجع إيدي فارغة، ماما لازم بدون ما أدري بيها القاها جايبت لي شغلات وضامتهن. الجواري بالأقدام هاي اللي بيها شبشب ما أعرف شو يسمونه، جواري بكل أنواعها، العطور، الحلويات، حتى تصوروا بنات حتى الكحل لين تدري بي يعني عيني تتحسس من هذا الكحل، الأقلام العادية، فتجيب لي هذا الكحل اللي يصير هيجي وزن بنات تعرفوه، هذا الكحل مالت يسموه مال العرب. هنا بنات حتى ذني الجنط لين تدري بيه الجنط، تقريبا 8 أو هيجي ضامت لي إياهن كانت. هذن الجنط بنات أظن بهن شغلات، وهاي تعرف بيه حبهن. وهاي العلاقة بنات مثل ما تشوفون ذني الأقدام كلش حلوات ويدفن. وكلش حلوات بنات. وذني العطور همين عطور كلش يعني ريحتهن طيبة وتعبئة، كلش حلوات. وهذني بنات الجوارب مو إلي ذني. كانت جايبت الماما الزوجي للدوام، أبني زوجي مثل ما تشوفون. الأصليات بنات مو العاديات، كلش الخامة مالتهن تخبل. وجايبت لي بنات هاي القراصة همينة مثل ما تشوفون. هاي القراصة أنا عندي من يمها، بس هي جايبتها ما أدري بيها بنات والله، لو أدري كان يعني عندي كومة جرارة كلها قراصات ودا أنطي منهن، وهاي وعندي هم بعد هواي. بعدين بنات ما أدري بيها، قلت لكم طلعنا أنا وأخواتي وزوجي هاي. طلعنا شوية لهذا المطعم،
هيجي يعني مثل غيرنا جو هاي. فمن رجعت لقيتها مودية أختي الصغيرة على هاي الشغلات تقريبا يعني كلش يعني هواي بنات، ما أعرف بشقد جايبتهن بالضبط. فصورت لكم إياهن على السريع لأن ما عندي مساحة، دا أصور لكم إياهن مثل ما دا تشوفون على السريع. كومو شغلات بنات، وهاي الشغلات والنمانم والحبشكلات لأن تعرف بيا أحبهن. فلقيتهم مودية هاي الشغلات كلهم مثل ما دا تشوفون. كل الأنواع مال الحلويات، وهاي تعرف أختي أني الصغيرة شنو أحب، وماما هم تعرف شنو أحب من الشغلات مثل ما دا تشوفون. وهاي النسات اللي النمبر وان كلش طيبات همين بنات، وكيك وهاي الشغلات. وراح أشوفكم حتى الفواكه بنات حتى الفواكه هم خلتلي من يمهن. وهنا ذني البطالة مالت البيبسي بنات تقريبا ما حسبتهن، يمكن 8 أو هيجي همينه بنات، لأن أحب هاي النوعية مالت البيبسي وكلش طيبات مثل ما دا تشوفون بنات. وها جابت لي بنطلون همين بنات لونه أسود هم أشوفكم. وهذا الماعون بنات الكيوت هم جايبت لي إياه يخبل كلش حلو بنات، يصير للكرزات للفواكه تخلون هنا مثلا فد أكلة وهنا صوص تخلون، فكلش حلو بنات مثل ما دا تشوفون. همينه كانت جايبت لي إياه لأن تعرف بي أحب هاي الشغلات. وطبعا ما أقولكم على ذوق أمي بكل شي بنات، بالملابس بالإكسسوارات يعني أي شغلة ما عندها ذوق وكلش يعني فد شي يعني. فأني كنت أكثر شي كله على ذوقها، أجيب حتى ملابسي مال الدوام مال الجامعة كله على ذوقها. وهذني هم بابا كان جايب لي إياهن بنات، هاي الكرزات لأن يعرف بي أحبهن. وهذا الحب شمس، وهاي النوعية مال هاي